دلوقتي هنشرح موقع كلو كونكت. بكل بساطة هنبتدي نروح على جوجل كروم أو أي متصفح عندكم، تفتحوه بدبل كليك شمال. نبتدي نفتح كلو كونكت. أول حاجة ببتدي أعملها اللي أنا بسجل. عندي تو أوبشن. أول أوبشن ساين أب، ده في حالة اللي أنا عايز أبتدي اللي أنا أسجل من أول وجديد وبقدر أربط الحساب بالجيميل بتاعي، أو اللي أنا بعمل ساين إن، دي في حالة اللي أنا أوريدي عامل حساب على الويب سايت. بعد ما فتحت الويب سايت بتاع كلو كونكت هبتدي ان انا هنزل لتحت كده، بتلاقوا فيه كونكت اوفيشال. تمام، بتبتدوا ان انتوا تضغطوا على شو مور. بعد كده ببتدي ان انا بشوف انا عايز اصمم لايه، في ميل حريمي، ميل رجالي، كيدز اللي هي الاطفال. تعالوا نعمل اوتفيت بسرعة كده او اوتفيت سريع للميل رجالي. كلو بيوفر لنا اكتر من 300 تمبلتس بنقدر اللي احنا نستخدمها. وليكن انا عايز التيشيرت ده، هاجي اضغط هنا على السلة دي كليك شمال او على الكارد هنا، اقول له اد تو كارد. بعد كده عايز البس التيشيرت ده على بنطلون، فابتدي انا اشوف شكل بنطلون يناسب الجزء دوت بتاع التيشيرت، وليكن ده. بعد ما اخترت الاوتفيت اللي انا هبتدي اللي انا هلبسه، هاجي هنا على الكارد اضغط عليه كليك شمال، هعلم هنا وهبتدي اللي انا اقول له place order. دلوقتي هعلم على الحاجة اللي انا محتاجها، بعد كده اقول له download to items، كليك شمال. هنا هخلي الفورمات بتاعتي كلو وهعمل داونلود. كده خلاص الملفين نزلوا. هبتدي اروح على الداونلودز، هتلاقوا الملفات بتنزل بالشكل ده. بنقدر نفك الضغط بتاع الملف بكليك يمين واقول له open. بعد كده اقول له extract to واحدد المكان اللي انا عايزه، وبعد كده بقول له اوكي. ده ليه؟ عشان يحول لي شكل الفولدر او يفك ضغط الملف للفولدر العادي ده. هنا نفس الكلام. بعد ما فك الضغط للملفات بتلاقوا الملفات بقت بالشكل ده. تعالوا الاول حاجه نبتدي ان احنا ننزل البنطلون، دبل كليك شمال وابتدي ان انا افتحه على اي اصدار موجود عندي. دلوقتي اي حاجه بتبتدي ان احنا ننزلها من كلو كونكت بيكون فيها ملكان بس بيكون مختفي، عشان اظهره بدوس شيفت وحرف الاي بيبتدي يظهر معانا. طيب احنا دلوقتي عايزين نضيف التيشيرت على البنطلون ده، فتعالوا دلوقتي ندوس على فايل اد بروجكت ونروح للتيشيرت ونبتدي اللي احنا نضيفه من open. هنا انا هضيفه كاد، عايز الجارمنت بس، وبعد كده هقول له اوكي. هبتدي اللي انا اخلي التيشيرت هو اللي من فوق، اللي انا احدد كل التيشيرت واخليه لاير واحد. بعد كده هدوس سبيس، هتلاقوا خلاص الجزئية ديت لبست بالشكل ده. اقدر دلوقتي اللي انا ارجع اللاير تاني زيرو. تعالوا نشيل اللوجو دوت اللي بينزل مع التيشيرت. هنا وهنا اهو. تعالوا دلوقتي نحط فابريك. هبتدي اللي انا احط اي فابريك تكون نت. هسحب وارمي على اي جزء. بعد كده هبتدي اللي انا احدد كل الاجزاء بتاعتي واخليها نفس الفابريك. هنا التيشيرت حدده برضو كله واخليه نفس الالوان. بعد كده اقدر من هنا اللي انا اضيف او اخد كوبي لنفس الخامة مرة كمان، وابتدي اللي انا اغير اللون بتاعها لون تاني. ابتدي اللي انا هاجي هنا اشيل اللون الاساسي ده. بعد كده نحط اللون اللي احنا عايزينه ليها. مثلا بعد كده هاخد من الخامة دي كوبي مرة كمان، نسخة كمان، وابتدي اللي انا احدد برضو واغير لونها حسب
اللون اللي أنا عايزه. ممكن نخلي واحد أسود واحد أبيض مثلا، وكوبي مرة كمان باللون الأبيض، وليكن أنا عايز كوم بالشكل ده، والكم التاني مثلا بالشكل ده. أو هخليهم الاتنين بالأسود. طيب دلوقتي عايزين نحط أي طباعة أو أي تطريزة، هبتدي اللي أنا هضيفها من اد جرافيك. الطباعة والتطريز لازم تكون الصورة متفرغة ونكون حافظينها بصيغة PNG. هبتدي اللي أنا أشوف أي صورة عندي وهبتدي اللي أنا أضيفها. هختار مثلا الصورة دي وهبتدي اللي أنا أضيفها على التيشيرت من هنا. أخلي مقاسها وليكن 35 سنتي وأقول له أوكي. بعد كده بنقدر طبعا نعدل ألوان الصورة اللي احنا منزلينها. هشيل اللون بتاعها، نقدر نحط اللون اللي احنا عايزينه. وبكده أكون خلصت ديزاين بشكل سريع زي ما اتفقنا من خلال أدوات الكلو كونكت. هسيب لكم صورة التصميم بعد ما فنشه. حاليا بعد ما خلصنا الموديل بالشكل ده نبتدي بس اللي احنا نعمل له ريندر، وبكده نكون خلصنا. بارت 1 من كلو كونكت. استنوا بارت 2 خلال اليومين الجايين.